بسم الله. بسم الله على بركة الله. بسم الله. والطاجين ما طاب. شاء الله ما شاء الله ما شاء هو الله. الطاجين طاب السي خالد. ما شاء الله كل يوم تتحفنا بوجبة. اليوم وش؟ اليوم طاجين. طاجين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طاجين طاب. ما شاء الله تبارك الله. طاب على شكل الجمر. العافية الجمر. يعني قصدك طبختوه بالجمر؟ بالجمر بالعافية. بالعافية يطبخون. المشكلة لا تقولوا لا ماشي لا بالنار. بالنار بالنار بالنار. بالنار. بسم الله. أنت اللي أنا ارفع بسم قبعة. الله على بركة الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا مو طاجين؟ هذا طاجين. ما شاء الله. أكيد نعمة وخير من عند الله. لكن أنا أشوفك في الفيديوهات تحط عليه جوج بيضات. وين البيضات؟ جوج بيضات ما جبتهمش هنا، ما درتهمش. ليش؟ ما عرفتش واش تحب يكونوا فيه جوج بيضات ولا لا. والله انا يعني هذا اللي اشوفه في الفيديو. ليش هذا ليش بدون؟ ما عرفتش واش تحب واش تاكل معاه جوج بيضات ولا لا. داكشي علاش ما درتش ليه جوج بيضات. نعمة بدون جوج بيضات. نعمة بس عرفني وش هو الطاجين عبارة عن ايش؟ تفضل عرف الناس. طاجين ب هذا شويه بطاطا واللحم. بطاطا ولحم. بطاطا واللحم لتحت. هو لتحت. ابدا باللي فوق. طيب ابدا باللي فوق، يعني اشرح اللي فوق بعدين روح لتحت. ايش الاشياء اللي فوق؟ اللحم هو الاهم. هو اللحم كاين. اشرح هذه الاشياء اللي فوق عشان افهم. انا ابغى اتعرف على الثقافة المغربية. هو بطاطا معروف. هو بطاطا ديال البلاد. وكذلك خزو. خزو ايش؟ الجزر. جزر. الجزر. يلا. الجزر. ايوه. وايش غيره؟ خليه هو عم ادريس لا تغشش وتكفى. انا ابغاه يعرف بالثقافه المغربيه لانه هو يعني كل يوم يصور طاجن. وريني يلا ما شاء الله. ابغى اتعرف منه يعني هو ما شاء الله. لا تغششه. وهذا شويه جنبله. ايش؟ جنبله. جنبله. بحال بحال الفول. بحال الفول جنبله. اللي هو يسموها بازلا. شنو تسموه؟ بازلا. صح يا عمي؟ ما عرفتش منين جات هاد البازلا. هي بس كديروا به هذيك بصار. بالضبط. كمل. مزيان في البرد مره دفي. اسمه تخسيت. لا تعلموه. ايش هو التخسيت؟ تخسيت الكرعه. والله غششك عم ادريس. طيب ماشي مشكل. وش ثاني؟ وشويه ديال الفلفل. فلفله هي قلناها. وشويه اللفت وريتني اياه بس والله ما فهمت وش هو. اللفت داير بحال شكل بطاطا. تشوفها بس بحال شكل بطاطا ولكن تذوقها فيها فرق. حلوه. دينافي والله ما اعرفها. دنافي لا. هذا اتوقع ما نستخدمه عندنا. دنافي. اسبانيونيا. ايش بالاسبانيونيا. اسبانيول. ايوه. سميتها بالاسبانيول. يعني بتقول بكل اللغات الا العربيه. قول لي بالعربيه انا. خلينا نستخدم مع عمي ادريس. وعمي ادريس يعرف جميع اللغات ياك ادريس. يا اخي الميزه شويه فرنسي واسبانيول كان ما شاء الله. ميزه المغربي ما شاء الله. المغربي لما تيجي تقول له بتكلم معك يقول لك اختار اللغه. تبغى اسباني جاهز، تبغى فرنسي جاهز، تبغى عربي جاهز، تبغى امازيغي جاهز، تبغى الدارجه جاهز، تبغى ميكس 3 لغات مع بعض جاهز. فين ما بغيتي كاين معاه. لان المغربي يتعرف على الثقافات المختلفه ويحب يتعرف على الثقافات. اكتشفنا هذا. وشويه مطيشه. ايش مطيشه؟ طماطم. مطيشه هذه عم ادريس تساعدنا باي لغه. مطيشه باي لغه. اي لغه كان مطيشه. احنا باش تقول انت طوماط بالدارجه. وي بالدارجه مطيشه. طوماط انا عارف. طوماط. بس مطيشه هذه باي لغه؟ مطيشه دارجه مغربيه. طماطم. طماطم والقزبور.
قزبور؟ القزبور. قزبور ايش ذا؟ بحال ها هو، شوفوا تعرفوا، أشهد بالله. ذوقوا وتعرفوا. ادوق ولازم اشوف اي واحد هو. هاو لي زيبيس. سميتو بالفرنسي؟ ايه. اللهم لك الحمد على النعمه. طيب عشان لا يبرد الطاجن. صافي زريتها وجهنا. عشان لا يبرد الطاجن. انا اشوف عشان لا يبرد الطاجن. صافي ما عرفناش سميتو بالفرنسي. المهم القزبور كان يقولوا له الربيع. انا ابغى اسوي معجم لغوي. الربيع تنسميوه الربيع. القزبور. الربيع هذا فصل الربيع. لا كاين ديك العشب ديال خربوش. ايه الربيع. ربعت الارض. كيك ديال الرعا ولكن اذا ربعت الارض تنقول ليه بحال قلتي تمشي تقدا عند مولا محل تقول ليه اعطيني الربيع، غير يعطيك هذا. الربيع يعني اذا ربعت الارض واخرجت النبتات. هذاك الربيع. ممتاز. وفي الشتاء ولا ما في هنا؟ شكون؟ هنا في شتاء ولا بس ربيع؟ كيف الشتاء؟ يعني هذا فقط الربيع؟ كله فصل. هذا تاكلونه في الربيع يعني؟ كيفاش فصل؟ الحين هذا مو تقول الا هذه النبتة تطلع في الربيع؟ ايه تطلع في اي. طيب تاكلونه في الشتاء ولا في الربيع؟ تاكله في جميع والنبتة كيف تجيبها؟ إذا ما لا تكون في هذا الوقت، لأن تنزل في الأسواق لا يوجد فيهم الثلج، يكون عندهم الربيع وتقدم من عندهم. توكلنا على الله عشان لا يبرد الطاجن. يبرد جيبوا خبز. بسم الله. بسم الله. كول عمي إدريس كول. بسم الله عمي إدريس. زيد يا عمي إدريس. زيد. الطاجن يؤكل بالخبز. وتحياتي لكم أحلى متابعين وأحلى مشاهدين. نشاركوا الطعام إن شاء الله. تجي الوقت ونشاركوا الطعام إن شاء الله. إلى كان لنا في طول العمر إن شاء الله. الله يطول أعمارنا، والحمد لله على النعمة دائما وأبدا، وشكرا على كرم أهل المغرب دائما. ولكن سؤالي كان تؤكل بالخبز أو بالملعقة؟ ناكل باليد، غير هذه ناكل باليد. بالخبز؟ ايه بالخبز. بسم الله. الخبز ناكله بالخبز. بسم الله. يا اخوان، العم سعيد يتوقع الآن على مشهد الرجال الموجودين جميعهم، يتوقع نتيجة لقاء المغرب والكاميرون. غادي يغلب المغرب على الجزائر، على الكاميرون ب2-0. بجوج بمشيئة الله. ان شاء الله. ومن ياخذ الكاس؟ البطولة؟ المغرب. ان شاء الله. واثق؟ وديما مغرب. حياك الله. يلا عم سعيد، اذا جات بجوج لك مني هدية. قول يا رب. تدري وش الهدية يا عم سعيد؟ تدري وش الهدية؟ ان شاء الله 10 كيلو سكر. فيها خير. مليحة. علاش ما شاء الله عم سعيد يحب السكر اكثر من الماء. صح يا عم رشاي الاتاي سكر. بس احلى اتاي واحلى قهوه عندك. الله يبارك فيك يا عم سعيد، شكرا. الله يخلف كل شيء. اللهم امين. اللهم امين. التفاصيل المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي تتوصلوا بجديد الأخبار العالمية والمغربية.